جينا عند السؤال الثالث، ميز بين عقد البيع وعقد المقايضة. طيب عقد المقايضة ده يعني ايه؟ اول حاجة عقد المقايضة. عقد المقايضة يعني انت بتشتري مني حاجة وانا بديك مقابلها حاجة، بس مش شرط يكون المقابل نقدي. يعني ممكن مثلا اشتري منك كيلو رز وانت تديله قصادها كيلو مكرونة، تمام؟ طيب بالنسبة لعقد البيع قال لك لا، يكون المقابل مبلغ نقدي، انت بتشتري مني حاجة تديلي مقابلها فلوس. حلو قوي. في سؤال بقى، السؤال ده يعني الدكتور بيحبه قوي. قال ايه؟ لو كان المقابل اللي انت هتديهولي اوراق ماليه. يعني ايه اوراق ماليه؟ يعني زي سندات، حاجه لها قيمه ماليه وتعاملات في البنوك، لها سعر، يعني هي في السوق التجاري لها سعر، تمام؟ طيب او ادتني مثلا مقابلها ده، اشتريت مني حاجه وادتني مقابلها ده، هل ده يعتبر عقد بيع ام عقد مقايضه؟ الدكتور قال لا، هنعتبرها ان هي عقد مقايضه، تمام؟ ما دام مش مبلغ مالي فلوس 100 200 الف، مبلغ فلوس ورق بنكنوت، يبقى هي تعتبر عقد مقايضة. طيب سؤال تاني بيقول لو كان المقابل هو مال غير نقدي ومعاه من المبلغ كمان. يعني ايه؟ انت دلوقتي اشتريت مني حاجة، الحاجة دي بمليون جنيه، ادتني 500 الف ذهب و500 الف فلوس. قال لك الدكتور برضو رأيه ان هو لا، انت مش هتضحك علينا، انت مادام عملت كده ومش كل المبلغ او كل الفلوس المفروض تديهالي فلوس، وفي حاجه سندات ماليه او اوراق او ذهب، هنعتبره برضو ان هو عقد مقايض، تمام جدا. طيب هنيجي لاخر حاجه خالص، هو ميز بين عقد المقايضه وعقد الايجار في السؤال اللي بعده. ناخد بالنا كويس جدا. اشوفكم على خير.